من النهارده بقى مفيش خوف من الاندومي اللي احنا بناكله من بره. هنعمله النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا وصحيه. وطبعا كل ولادنا، ومهما نقول للولاد محدش يجيب الاندومي، طبعا ما بيسمعوش الكلام وبيجروا يشتروه. وانا ولادي اول ولاد. فاحنا النهارده هنعمل مع بعض الاندومي. فانا النهارده بقى ايه، قلت هعمل لهم الاندومي ده في البيت، وطعم تحدي ونظافه، وعجبهم جدا. ونشوف بقى مع بعض، شايفين نظافته وجماله، ومش هتفرقيه عن بتاع بره، هتكوني ضمناه 100%. احسن وانضف من بتاع مره 100 مره. اندومي من غير خوف ولا رعب. معانا هنا ميه بتغلي، هننزل عليها بشويه ملح وشويه كمون وشويه زيت. ميه بتغلي على النار. هننزل بكيس مكرونه من الاسباجيتي، هنكون مقطع كسرينها 2 كده. هنسيبها مع بعض تتسلق كده شويه، مش هنسلقها سلق كامل. 3/4 سوا كده خلاص، عشان احنا لسه هنكمل سوا. هنشوف بقى التوابل. معانا هنا التوابل كلها ملح وفلفل وبهارات وكاري ولون طعام، ومرق، ومكعب مرقه وكمون. بصي، جميع التوابل دي هتنزلي بيها في معلقتين من الزيت، وهتبداي تشوحي فيهم كده على النار. بصي بقى، هو ده اللي هيدي التيست الجامد لطعم الاندومي بتاع بره. بصي مش هتصدقي ان هو انت عاملاه في البيت، ولا ولادك كمان هيصدقوا، وعمرك ما هتفرقي. هنفضل نقلب فيه كده لغايه ما ريحه التوابل دي تطلع معانا. وطبعا المكرونه على النار بتتسلق. خلاص، احنا طبعا زي ما انا ما قلت الخطوه دي هنعملها، والمكرونه نص سوا. خلاص، والمكرونه اهي نص سوا، هنبدا ننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا دي، زي طشة الملوخية كده يا جماعة، نطشها كده. خلاص، واحنا طبعا هنكمل بقية سوا الاندومي في التوابل بتاعتها. هنسيبها 5 دقايق كده على النار، تاخد وتدي عشان تاخد من طعم التوابل. خلاص، احنا كده نكون خلصنا الاندومي. بصي طريقته سهلة وبسيطة جدا. مفيش خوف من النهاردة ان انت تشتريه. لا، احنا مش هنشتري بقى من النهاردة، هنعمله في البيت. نظافة وحاجة انت كده واثقة فيها. ونكون خلصنا كده الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبك ما تنسيش تحط اللايك. ولو انت جديدة معايا واول مرة تشوفيني، يا ريت تشجعيني، ويا ريت تشتركي معايا في القناة، واستنوني حبايب فيديو جديد، واشوفكم بخير، والسلام عليكم.